دي جزمة ممضية من أسطورة برشلونة تشافي هرنانديز، ودول 6 من أكبر مشجعين برشلونة، وأكبر مشجع فيهم هيكسب الجزمة الممضية. في فيديو النهارده ال6 مشجعين هيلعبوا 4 تحديات مختلفة هيختبروا فيهم معلوماتهم وحبهم لبرشلونة. في تحديات هتديهم فرصة يجمعوا نقط، وفي تحديات ممكن تخسرهم نقط. وبعد نهاية ال4 تحديات دول الاتنين اللي عندهم أكتر عدد نقط هيلعبوا بعض في النهائي اللي هيحدد مين هو أكبر مشجع ومين اللي هيكسب الجزمة الممضية. حلقة النهارده برعاية أديو أقوى في مصر. أول تحدي هو تحدي 60 ثانية. كل واحد من المشجعين هيكون عنده 60 ثانية يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة اللي يقدر عليه، وكل إجابة صح هتجيب لهم نقطة. يلا نبدأ. انا موسكو بشجع برشلونه من 2009، واكتر لعيب طبعا بحبه هو الراعي الاسطوره ليونيل ميسي. داني ألفيز راح أنهي نادي لما مشي من برشلونة أول مرة؟ يوفي. أنهي لعيب في برشلونة حاليا بيلبس الرقم 10؟ 10 انسو فاتي. مين كان مدرب برشلونة في موسم 2013-14؟ فيلانوفا. جوارديولا اشترى أنهي لعيب من برشلونة وهو بيدرب سيتي؟ طب سكيب مش فاهم. برشلونة كسبوا الكوبا ديل ري كام مرة؟ كوبا داري 31. بيقول اعتزل سنة كام؟ 14. مين آخر لعيب برشلونة اشتروه من يوفنتوس؟ بيانيتش. برشلونة كسبوا كام بطولة في أول موسم لنيمار؟ بطوله تقريبا. كام لعيب حالي في برشلونة لعبوا في الدوري الألماني قبل كده؟ 2. مين المدير الرياضي الحالي لبرشلونة؟ سكيب. برشلونة باعوا أنهي لعيب لنادي في الدوري السعودي؟ انا لعيب كيسيه. وقت خلص. عاش. برافو. انا ادهم جمعه وبشجع برشلونه من اول الالفينات بسبب رونالدينيو. برشلونة باعوا كوتينيو لأنهي نادي؟ استون فيلا. مين أكتر لعيب ميسي عمل له أسيستات وهو في برشلونة؟ سواريز. مين لبس الرقم 9 بعد سواريز؟ بريثويت. جوارديولا كسب الدوري كام مرة مع برشلونة؟ 4. مش هقعد اعيد الصراحه. برشلونة اشتروا فرانكي دي يونغ في سنة كام؟ 20. أنهي مدرب درب برشلونة لأكتر عدد مواسم متتالية في تاريخه؟ اكتر مدرب برشلونه سكيب. مين سجل هدف برشلونة الأول في الريمونتادا ضد باريس سان جيرمان؟ انيستا. تشافي درب أنهي نادي قبل برشلونة؟ السد القطري. آخر مرة برشلونة وصلوا لنص نهائي تشامبيونز ليج كانت في أنهي موسم؟ 2014 2015. إيه اسم أخو تياجو الكانتارا اللي برضه لعب في برشلونة؟ رافينيا اللي كان ميسي عمل احتفال رفع التيشيرت ضد ريال مدريد في أنهي موسم؟ 17 18. بادري لبس الرقم كام في أول موسم ليه مع برشلونة؟ 16. صح. عاش يا كابتن جمعه. عاش انا عمر راشد وبشجع برشلونه من 2007 ساعه لما هنري مشي من ارسنال وراح برشلونه. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ جايين نلعب وننبسط، نو بريشر، على الهادي. ميسي كسب أول بالون دور ليه سنة كام؟ 10. أنهي حارس لعب أكتر عدد ماتشات لبرشلونة في الموسم ده لحد دلوقتي؟ اكتر حارس دلوقتي ناكي بينا. مين كان مدرب برشلونة لما كسبوا دوري الأبطال في 2006؟ رايكرد. بادري لعب أول ماتش ليه مع برشلونة تحت أنهي مدرب؟ كومان. برشلونة هبطوا للدرجة الثانية كام مرة في تاريخهم؟ مرتين. آخر هاتريك لليفاندوفسكي مع برشلونة كانت ضد مين؟ انتورب. مين كان آخر لعيب يلعب لبرشلونة وريال مدريد؟ سافيولا. برشلونة بيلعبوا في أنهي استاد في الموسم الحالي؟ المونجويك. إبراهيموفيتش انضم لبرشلونة سنة كام؟ 9. ميسي اتطرد في نهائي كوبا ديل ري في أنهي موسم؟ لا باص. أراوخو لعب أول ماتش ليه مع برشلونة تحت أنهي مدرب؟ كومان برضه. مين كان آخر لعيب إنجليزي يلعب لبرشلونة؟ اخر لعيب انجليزي. برافو. عاش والله. عاش قوي. انا شافعي بشجع برشلونه 2006 من نهائي الساندوني، وبحب جدا ليونيل ميسي، وتاني لاعب بحبه رونالدينيو وبامو كانيخيا. وعاوز اوجه التحيه ليه كابتن شادي وكابتن ملحوظ وكابتن نور والبوس فاتيه. مين كان مدرب برشلونة في بداية موسم 2021-22؟ تشافي. مين كان أغلى مدافع في تاريخ برشلونة؟ باس. أنهي مدرب كسب أكبر عدد بطولات في تاريخ برشلونة؟ لويس انريكي. مين كان آخر لعيب يلبس الرقم 10 قبل ميسي؟ انشو فاتي. مين درب برشلونة بعد جوارديولا؟ أول واحد. خوري خيرورا. سواريز المركز الكام في هدافين برشلونة التاريخيين؟ الثالث. أنهي لعيب كان كابتن برشلونة لأكتر عدد سنين في تاريخ النادي؟ كان كارلوس بيول. مين كان حارس برشلونة الأساسي في 2014-15؟ كان فيكتور فالديز. برشلونة اشتروا فابريجاس سنة كام؟ 2013. مين كان آخر نادي خرج برشلونة من دوري الأبطال؟ ده آخر سؤال. كان باريس سان جيرمان. عاش. بامو. عاش. حلو. انا عمرو ايوه بشجع برشلونه من 2006، رونالدينيو هو اللي حببني فيها، وان شاء الله جاي نكسب بقى. جوارديولا بدأ يدرب برشلونة في أنهي موسم؟ 2009 2008 2009. أنهي لعيب في برشلونة حاليا بياخد أعلى مرتب في الدوري الإسباني؟ ديونج. برشلونة اشتروا بادري من أنهي نادي؟ لاس بالماس. سواريز كسب هداف الدوري في أنهي موسم وهو بيلعب في برشلونة؟ 15 16. إيه كانت آخر بطولة ميسي كسبها مع برشلونة؟ كوبا ديل ري. في كام لعيب بولندي حاليا في برشلونة؟ ليفاندوسكي بس. داني ألفيز لبس الرقم كام لما رجع برشلونة انا في عايز 2001؟ ارجع ليفاندوسكي وتشيزني. داني ألفيز لبس الرقم كام لما رجع برشلونة في 2021؟ مين المدافع الأمريكي اللي انضم لبرشلونة في 2020؟ سكيب. مين كان حارس برشلونة في نهائي كوبا ديل ري في 2011 و14؟ بنتو. برشلونة باعوا اوباميانج لانهي نادي؟ تشيلسي. ارنستو فالفيردي درب انهي نادي بعد برشلونة؟ اتلتيكو بياو. مين اكتر لعيب لعب ماتشات لبرشلونة في تاريخهم في دوري الابطال؟ شافي. برشلونة بيلبسوا انهي لون في الطقم الاحتياطي بتاع الموسم ده؟
اللي هو الفسفوري. بس جامد، عملت حلو فشخ. جامد قوي. ايوه كلهم ايوه. عملت حلو فشخ. انا عمر فارس بشجع برشلونه من 2007 واللاعب المفضل ليا هو اندريس انيستا مش ميسي. برشلونه لعب لهم كام حارس مختلف الموسم ده؟ 3 مين كان اخر لعيب تركي يلعب لبرشلونه؟ اردا تورون ليفاندوفسكي كسب هداف الدوري مع برشلونه في انهي موسم؟ 22 23 سواريز لعب كام موسم في برشلونه؟ 9 اكاديميه برشلونه بتتسمى ايه؟ لمسيه جوارديولا اشترى انهي لعيب من ليفربول وهو بيدرب برشلونه؟ سكرانو مين تاني اكتر هداف لبرشلونه في دوري الابطال بعد ميسي؟ نيمار كيكي ستيان كان بيدرب انهي نادي قبل ما يروح برشلونه؟ ريال بيتيس انهي لعيب لعب اكتر عدد ماتشات لبرشلونه في الموسم اللي فات؟ ليفاندوفسكي برشلونه اشتروا جوردي ألبا من انهي نادي؟ فالنسيا مين اللعيب الايسلندي الوحيد في تاريخ برشلونه؟ ايسلندي هلب ميسي كان عنده كام سنه لما لعب اول ماتش رسمي ليه لبرشلونه؟ 17 نهائي دوري ابطال برشلونه ضد يوفنتوس في 2015 اتلعب في انهي بلد؟ برلين هدف ميسي الايقوني في 2007 كان ضد انهي نادي؟ كتافي عاش يا اللعيبه حرام يا قدامي الراجل يا ظالم بيقول لك لمسيه انيستا يا باشا. راجل يا انيستا ظالم يا باشا. انت قلت اللمسيه صيحوا بقى صيح، هم دول البراشنا يا بيه. الراجل اللي اسمه عمر ده اتسال في اول الاسئله قال له مين مدرسه الاشبال بتاع برشلونه؟ الحاجات دي اهي يا كابتن اهي. التحدي الجاي هو تحدي تايمز اب. في كل دور هيطلب من المشجع يقول حاجه ليها علاقه ببرشلونه وبعدين يدي الكوره للي جنبه، وده في نفس الوقت اللي العداد شغال، ولما يقف الوقت اللي لسه معاه الكوره هيخسر نقطه. طيب قبل ما نبدا يا جماعه هقول لكم الترتيب حاليا. اقل واحد لحد دلوقتي شافعي، بس ده هيتغير قريب ما تخافش. فوقيه في تعادل ما بين 3 وهم كابتن جمعه راشد وموسكو معاهم 6 نقط. ولاد اللعيبه يا ولاد اللعيبه. بحب الستات. عالي قوي. انت فاضيين بدايه. وفي المركز الاول بتعادل عمرو وعمر معاهم 9 نقط. يا ولاد اللعيبه برضه ولاد لعيبه ده فجر. فجر. اول دور عايزكم تقولوا لي لعيبه من اغلى 20 صفقه في تاريخ برشلونه. لا مش قوي يعني. تاني. صح. عثمان ديمبلي. مين؟ عثمان ديمبلي. صح نقول نيمار. صح. فابريجاز. غلط. لوك ديونج. لا لوك ديونج. لا لوك غلط. لا لوك غلط. ديونج. فرانكي. فرينك ديونج. صح فرانكي صح. طيب عندك امتيتي. لا امتيتي مش موجود. طيب لا. استنى. سواريز. صح جريزمان. صح. خلي بالك الدنيا هنا صعبه. البس. لا ده الفيش. داني ألفيس لا. بجيب له ببلاش. داني ألفيس لا. بلاش. يعني ايه بلاش؟ ليفا. ليفا صح. ليفا صح. ليفا صح يلا. 45 مليون. لونجلي. لونجلي صح. عاش. دي واحده فيفا دي. مين؟ رافينا. رافينيا صح. رافينيا صح. لويس فيجو. لويس فيجو لا. ريفالدو. لا روماريو. لا. لويس انريكي. لا. جوارديولا. لا. ساول ايتو. اتو لا. حسام العزب. حسام محمد. عايزين يوقعونا صدقني. عايزكم تقولوا لي لعيبه بدأوا اساسيين في ماتش ال6-1 ضد باريس سان جيرمان يا من برشلونه يا بي اس جي. حد بدأ اساسي ما نزلش. يلا. انيستا. صح. ميسي. صح. بس انا افكر في مين بس. انا مالك خالص. متهيألي اللي هو جاب الجون في الاخر كان مين؟ نيمار متهيألي. صح. سيرجيو روبرتو. لا 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 لا. ماشي معاك وقت. لا روبرتو لا. بيكي. بيكي صح. معاك وقت. صغيره قوي الكوره جدا. معاك وقت براحتك جدا. على الهادي بقى نقلع انت معاك وقت براحتك على فكره. براحتك جدا. انت هتلبس خد بالك. اشتغل. لا ايه ده؟ لا ايه انت بتقول ايه يا معلم؟ هو اللي يلعب معايا. يلا كمل. هتقف عليكم في الاخر. قلت رافينيا الكانتارا. صح جدع. جوردي البا. لا لا احنا كنا بنلعب 3-4-3 انا فاكر التشكيل. اندري جوميتش. لا. يا راجل. ممكن تقول من بي اس جي. ليونيل بيبسي. ايوه. لحد دلوقتي. ايه ده؟ هو اللي قال موسكو قال هو قال يخلص. ما تضيعش وقتك. يلا وقت. انجز خش على باريس سان جيرمان. في واحد اخش على باريس. قول. دي ماريا. لا منير. لا دي ماريا لا. دي ماريا لا. لا كافاني. ايوه كفاني. منير. قال مين؟ منير. ايوه صح. ماركينوس. كورزاوا. صح.
سوبر ماركيزيو ماركينيوس. هو قاله مش كيمبيمبي. لا كمبامبي لا، رجعها لي. اديها بقى. ماشي اديها. هو بيرنات. بيرنات لا. لا هو بيرنات. لا غلط، لا زاد. بيرنات لا. شفت كرزان الظاهر كان موجود. جول يا ولاد اللعيبه. اخر دور في الجوله دي، عايزكم تقولوا لي لعيبه برازيليين لعبوا لبرشلونه من اول التسعينات لحد النهارده. التسعينات اللي هي ايه؟ من اول 1990. 1990 نيمار. صح. نفكر بقى وانت ار9 من قال ار9. ماشي الظاهره، علي صوتك شويه. ماشي. روماريو. ماشي. ريفالدو يا ابني انجز يا ابني. عملت مجنون ولا ايه؟ ما في ايدك ايه؟ ارسل ميلو. ايه؟ رونالدينيو. ماشي وانت قلت مين؟ ارسل ميلو. ماشي صح. رافينيا الكانتارا. صح. دماغك يا ابني والله هو اللي انت هتجيبه والله. دماغك. هو يعني يا ابني والله هو زي ما اقسمت بالله هو. مش عارف قلبش. طيب ماشي. نيتو حارس. صح. نيتو ولا نيكو؟ نيتو. اوكي. ادريانو ليفت باك. صح. لا ماكسويل لا. ماكسويل صح. ماكسويل صح. برازيلي. برازيلي بس مش اسمر. حاسس ان انا بقولها بسرعه، ما ترجع لي كوره من نفسي. مين؟ يلا انت علوا صوتكم. يا رب يلا شافعي. لحسن تفرقع في وشك. عايز لبسني فيه. انت مش عارف بجد؟ لا مستحيل. ايه ده؟ هتفرقع. هتضرب. باس مفيش باس. مش باس. انت ما بتعرفش بجد؟ اي حد برازيلي. نيمار. اتقال. مستحيل. اي حد. دي عتلي هنكت يعني. كوتينيو. صح يا ابن الله. التالت قبل الجرس. الفار يقول. كابتن ادهم والنبي واحده كده. ثانية. واحده كده للكاميرا. ثانية. واحده كده الفار للكاميرا. يقول. واحده كده للكاميرا بعد إذنك. اطلب فار. كابتن ادهم انت محتاج راجل نصاب. حلوه منك. الله يسامحك يا شافعي، وغريب انت راجل ظالم. قبل ما نكمل، سؤال الحلقه من الراعي اديو، وبيساله ميسي جاب كام جول لبرشلونه في الدوري الاسباني؟ اكتب جاب كام جول في الكومنتات، واديو هيختاروا واحد منكم يبعتوا له عدد اهداف ميسي في الدوري على بيته. يعني مش هتحتاج تشتري حاجه ساقعه لمده اكتر من سنه. تالت تحدي هو تحدي معلومتين وكدبة. في كل دور هقول لهم 3 معلومات عن برشلونة، 2 منهم معلومات حقيقية وواحدة منهم كدبة، ولازم يحاولوا يعرفوا انهي معلومة فيهم هي المعلومة الغلط. قبل ما نبدا، بعد الرجوع للفار، كابتن نوع هو اللي لبس النقطه. الله يسامحك. الله يسامحك يا عم، انا 6 نقط. والله انا فاكرك عمرو والله. و8. والله عايز البسها هو. يا عم ركز شويه يا عم. انا اسف ابويا والله. انا يهمك يا عم. على فكره انا فخور ان انت اخويا كتالوني. انا فخور ان انت ابويا والله. ماشي يا جماعه. اول دور معلومات، تمام؟ المعلومه الاولى هو ان بيكيه اسمه الكامل هو جيرارد بيكيه برنابيو. دي اول معلومه، تمام؟ تاني معلومه هي ان في اول موسم للنادي برشلونه كانوا بيلبسوا اصفر كلونهم الاساسي. لونهم الاساسي كان اصفر. وتالت معلومه هي ان لويس سواريز ما اتطردش غير مره واحده بس وهو بيلعب في برشلونه. انهي واحده غلط؟ كلهم غلط. غلط يعني هي 10 ثواني، 10 20 ثانيه. ايه ده بس كده؟ مش وقت. باحساسك. ممكن اقول؟ لا ما تقولش طبعا، لازم. مين؟ مش عارف انت هتغشش بجد، مش عارف. ما انت بص يعني انا اللي عارف. كتبت ايه؟ غششنا عادي. انت عامل زي البيك سام كده. طب قد ايه الوقت؟ غششنا يا عم. هو 10 ثواني هقول لكم تلفوا البيضات، اللي مش كاتب 10 يكتب. ثواني بس. ماشي يلا كله يلف يا جماعه، كله يلف. طب عايز اقول لكم ان كله ما عدا عمر وكابتن جوع، كلكم جبتوها صح ما عدا عمر. انت صح. احنا غلط يا انتوا ابني. جبتوها صح. هو بنحتفل انت صح انت والله. احتفلت بالنقطه الغلط. ايوه. ايه ده احنا صح؟ انت وهو وعمرو كلكم صح ما عدا كابتن جوع. هو هينزل كده لا نقطه. يا ابني على صورة الله. طرد مره فعلا. تاني دور معلومات. اول معلومه هي ان اول عقد مبدئي لميسي مع برشلونه اتكتب على منديل. دي اول معلومه. تاني معلومه هي انه مع انه كان مدافع، رونالد كومان كان هداف دوري الابطال في موسم مع برشلونه، هداف البطوله كلها. واخر معلومه هي ان نيمار عمره ما سجل اكتر من 30 هدف في موسم واحد مع برشلونه، عمره ما عملها. اكتبوا اللي انتوا شايفينها غلط.
خلصتوا كتبتوا؟ اوكي. ماشي وريني كتبتوا. كلكم صح ما عدا ادهم. هو جاب في موسم اكتر من 30 جول. بالظبط، يبقى انا بحور. كان موسم 16 تقريبا. ثالث دور معلومات. ماشي. ابو سيرجيو بوسكاتس كان حارس مرمى ولعب 9 سنين في برشلونه. تاني معلومه هي ان برشلونه مره خسروا نهائي دوري الابطال ضد نادي من رومانيا. واخر معلومه هي ان ميسي مره اتمرن اسبوع كامل وهو مغطي عينه وهو في الناشئين بلايند فولدد. انهي واحده انا بحور فيها؟ لفوا البوردات. لا مؤاخذه. غلط ولا ايه؟ كلنا غلط. لا ادهم هو الوحيد اللي غلط تاني. مش ممكن. ميسي عمره ما عمل الحركه. اكيد مستحيل يا اصل جماعه. هقول لك على حاجه، هو ده معناه ان ادم بيحب ميسي جدا. مستحيل. ادم بيحب ميسي جدا. مستحيل. والله حرام. اول معلومه هي ان فيرمين لوبيز كان اول لعيب يسجل هدفين ويصنع هدفين في ماتش واحد لبرشلونه من بعد ما ميسي مشي. تاني معلومه هي ان ميسي مره سجل 3 هاتريك في 4 ماتشات لبرشلونه. لعب 4 ماتشات في نفس الفتره وسجل 3 هاتريك فيهم. واخر واحده هي ان اسطوره ريال مدريد جوتي لعب في اكاديميه برشلونه وهو عنده 9 سنين. يلا عمرو كاتب. حضرتك بتحور في دي. لف. المره دي راشد هو اللي اتظلم وشافعي. 3 هي اللي غلط، كلكم صح ما عدا شافعي وما عدا راشد. يا ابن اللعيبه. كلكم غلط. انت غلط. انت غلط يا ابني، انت غلط، انت وهو يا ابن اللعيبه. فيرمين لوبيز عملها امتى؟ فيرمين لوبيز عملها في ماتش قريب. عملها في الموسم ده على ما اظن ضد فالنسيا. بس جوتي دي يعني غريبة. الثلاثه دي صح. اخر دور معلومات. اول معلومه هي ان بيول كان شعره طويل من ساعه اول ماتش ليه مع برشلونه في 1999 وعمره ما لعب ماتش من غير شعره ما يكون طويل. تاني واحده ليفاندوفسكي سجل اهداف اكتر في اول موسم ليه مع برشلونه عن اللي سواريز سجله في اول موسم ليه مع برشلونه. اخر واحده هي ان جوارديولا خسر 10 ماتشات في اخر موسم ليه كمدرب برشلونه. واحده من دول غلط. يلا كله يلف. يلا كله يلف. ايه يا شف؟ الوحيد اللي كتبت 2. انت وعمر كتبتوا 2 وانتوا الاثنين غلط. هي 3 فعلا. انت وانت. يا نهار اسود. مستحيل. ده انا غلطان في اخر لحظه. جوارديولا ما 10 خسرش ماتشات. جوارديولا ما خسرش 10 ماتشات. ودلوقتي اخر تحدي قبل النهائي وهو تحدي خمن اللعيب. في كل دور هديهم 3 هنتات عن لعيب لاعب او بيلعب في برشلونة. اللي هيجيبها صح من اول هنت هياخد 4 نقط، لو جابوا صح من تاني هنت هياخد 2 نقطتين، واللي هيجيبه من تالت هنت هياخد 1 نقطة. بس لازم يخلوا بالهم عشان كل مشجع ما ينفعش يخمن غير مرة واحدة. بصوا يا جماعه هقول لكم من الاخر. هقول لكم من تحت لفوق ماشي. شافعي وجمعه معاهم 6 نقط بعد الجوله الاخيره. عايش برضه والله عايش. نايس قوي والله العظيم. نايس نايس كده العاش بقول لك جبت واحده من 5. حلو. نايس. هتجيب والله العظيم، وهتجيب والله. ها راشد فوقيهم ب 10 نقط. عالمي. عالمي والله. عالمي. عالمي. فاهمه. بعدين عمر وموسكو معاهم 11 نقطه. ده احنا قريبين يا ولاد. ملوك. ايوه. وعمرو لوحده فوق ب 14. عالمي. ماشي. رقم هنا. انكم جاي. رقم هنا. يعني المركز الثاني كام؟ المركز الثاني 11. احنا يعني بنلعب على المركز الثاني ده شاف. يعني انت عشان تروح من اخر لانك تبقى في النهائي محتاج 5 نقط اكتر من اللي فوقيك فاهم. فتتجاب. يلا فاهم. يلا. اللعيب الاولاني. اول هنت هي ان اللعيب ده لعب كمدافع في نهائي دوري الابطال لبرشلونه مع انه في الاصل خط نص. دي اول هنت. لاعب مدافع في نهائي دوري ابطال لعب كمدافع مع انه في العادي بيلعب خط نص. انا كتبت. هي مستحيل تبقى بالسهوله دي. مين هو اللاعب ده بقى؟ هي مستحيل تبقى بالسهوله مين هو دي. ان هي لو بالسهوله بقول لك ايه انا هاخد خبي يا خبي. خبي من مين؟ احنا كلنا منزلين. لا عمر لسه بيلعب صح؟ ايه ده انت بقى ده كتبت كلكم كتبتوا. ما حدش عايز يستنى يا ابني الهنت فيسكا التاني. البارسا. فيسكا نفتح كاتالونيا. بقى عادي خلاص مش مين فارقه. بيهزر؟ مش هقول الهنتات ده. وروني انت كتبتوا مين؟ مسكرون. يا توريه. يا توريه. مين كتب يا توري؟ وريني أنا. ارفع البورد بتاعك يا شاف. مين ده؟ سيلفينيو؟ سيلفينيو. راشد وعمرو صح؟ يا توري صح. بس تصبروا اللي عمال نهائي يكتب في السريع هو راشد أيوة سخنكم طبعاً. كلكم كده وسهل. كان بيلعب سنتر. كان بيلعب سنتر باك جنب بيكيه. الفكره ان في هنتات ثانيه يعني انا في لعيب سيلفينيو مش مش طابق لاعب. هنتات. مسكرون ما لعبش في ممكن يكون لاعب بس انت لو سبتوني اكمل كنت اقول لكم الهنتات اللي بتخليه يا توريه. بس انتوا كلكم ريسكيتوا فاهم. اللعيب الثاني ماشي.
اول هنت هو ان اللعيب ده سجل في نهائي دوري الابطال وهو في برشلونه. ده اول هنت. اللي عايز يريسك يريسك. ريسك بقى. اللي عايز يريسك بس ممكن تتسوح يعني بسرعه. هتكتب ولا لا؟ هديت واكتب والله. هتكتب ولا لا؟ فور ذا كونتنت. فور ذا كونتنت. جدع عاش والله. هي دي معلومه. ما تخلوش يسخنكم بس. هو ده الهند بس؟ ده اول هنت. طب في 40 لاعب سجل. يلا. ده مش كتير. ماشي. تاني معلومه هو انه سجل اسرع هاتريك في تاريخ برشلونه وكان جزء من منتخب اسبانيا اللي كسبوا كاس العالم في 2010. يا عيني عليك يا ابويا. اقول لكم مين كله كتب ولا كتبنا خلاص. كله كتب؟ انت كتبت ولا هتستنى؟ لسه اول مره اشوف ناس مش عايزه تستنى انتاج بس جامد. وروني كتبت طيب. انا كتبت راكيتيتش. لا بيدرو. الوحيد الصح هو عمر. لعيب كبير. شافعي بيدرو دي ايه معلش؟ والله قريتها غلط. انا قريتها بيسيرو. انت كاتب بيدرو عايش ماشي. بيسيرو؟ يبقى انت وهو صح. انت كاتب يبقى بيدرو انت بتاع وهو صح. الزمالك. اللعيب الثالث. اول هنت هو ان اللعيب ده لما برشلونه باعوه في ساعتها كان اكتر لعيب اوروبي بس مش اسباني يلعب ماتشات في تاريخ النادي. لعيب اوروبي مش اسباني في ساعتها كان اكتر واحد لاعب. ساعتها ده ممكن من سنه، ممكن من 5 سنين، ممكن من 6 سنين، ممكن تكون قريبه. لما مشي كان اكتر لعيب. تاني هنت يا جماعه. اللعيب ده لعب في الدوري السويسري والالماني قبل ما يروح برشلونه. يا ريت كتبتها. انت ممكن تفوتها لي ب4 نقط والله لو هما يوافقوا. ثانيه انا بس 5 ثواني اضطر اقول 3 هنت. طب لو 5 ثواني ثانيه. حد تاني هيكتب؟ يبقى انتوا الثلاثه مكملين لاخر هنت صح؟ اخر هنت. انت كتبت يبقى شافعي وعمرو بس صح؟ اخر هنت هي ان برشلونه باعوه لنفس النادي اللي اشتروه منه. هو صح كده. هو ده صح كده. صح كده. يا ريتني جبته من الاول. اول واحد جه في بالي اقسم بالله على حرب عليه. من الاول. لفوا يا جماعه. راكيتيتش بازل وشالكي. انا لسه ذاكره في الفاينل حاجه لا العظيم زباله. كنت عارفه. والله العظيم والله وانا مره واحد كتاب الله عمرو بس. عاوز ما عارف. بتحصل لسه بقول لك ابيدال لا مش في الفاينل يا ابني، انتوا ممكن تجيبوني في ثانيه. لا اله الا الله. فاينل انت اربعات ايد اتنينات. اول هنت لعب مع كريستين اريكسن ونيكولاس انالكا وتوني كروس في مسيرته. يعني نص ساعه كده. نص ساعه. توني كروس. بصوا يا جماعه الهنت الثاني. اللعيب ده كان بيلبس الرقم 22 في برشلونه. يا عيني على الجمال. يا عيني على سلم عليه سلم عليه. اخر هنت. اللعيب ده حاليا بيلعب في الدوري التشيلي. بيلعب في تشيلي في الدوري. بيلعب في كله. الراجل ده صاحي قوي. انت جامد قوي. بيلعب في كله. كله يلف البوردات يعدلها. ارتورو فيدال. وانت فيدال انت كاتب مين؟ انت كتبتش حاجه؟ كتبتش، لا. كتبتش؟ كلكم صح ما عدا موسكو عشان ما كتبش حاجه. انتوا الاثنين جبتوها من اول واحده. جامده منكم. مش جاهزين؟ لا الحلقه جامده يا جماعه. حلقه جامده جدا. حلوه جدا على فكره. محتوى في لايك وشير معلش. وسبسكرايب يا ابني. الراجل ده ليه 4 نقط والله. الجمله دي ليها 4 نقط. اللعيبه. اول هنت يا جماعه. اللعيب ده لعب مع الفارو موراتا وابراهيموفيتش وفيرلاند مندي في مسيرته. يا ادم. عاش. لو صح الصراحه عاش. تاني معلومه. من حوالي 10 سنين كريستيانو رونالدو توقع انه هيكون من احسن 5 لعيبه في العالم. لعب مع مراته. عشان الفقره اللي فاتت لعب مع موراتا، لعب مع ابراهيموفيتش، ولعب مع فيرلاند مندي. اخر هنت يا جماعه. اللعيب ده كان هداف برشلونه في الدوري في اول موسم ليه معاهم. مش هداف الدوري، كان هداف برشلونه في الدوري في اول موسم ليه معاهم. يلا ولف. انا كنت كاتب بويان بس ومين الاجابه بقى؟ الثانيه المفروض مش مشكله هتسيبها فاضيه. لا انا كتبت واحده. فاتوا ده انا عايز فاهم؟ طب هقول لك. قول. انا قلت بويان. كلكم قلتوا بيان ما عدا انتوا قلتوا مين؟ ديباي. انتوا الاثنين صح. منفس ديباي. مندي ليون. ديباي يلا. مانشستر مانشستر ابرو. ديباي لعب مع مندي في ليون، لعب مع ابراهيموفيتش في يونايتد، لعب مع موراتا في اتلتيكو. رونالدو لما هو راح يونايتد وخد 7 قال هيكون من احسن لعيبه العالم. فده كان هنت ان هو كان في يونايتد فاهم. وعلى فكرة وكان هداف برشلونه اول ما راح. اول سنه كان هدافهم في الدوري. وعمل كوبري جامد قوي مع مانشستر بعدها ما طلعش تاني. حاجه سيئه قوي. هقول لكم الترتيب بسرعه من تحت لفوق. من تحت لفوق ماشي. يا رب ما يبقاش الاخير. لا هارد لك شافعي انت اقل واحد ب 11 عشان تبقى نقطه. تلبسني عشان تبقى تلبسني بعد كده. ولد استنى. بس المهم القلم بقى. يا شافعي. ولد يا شا يا المعلمي. ابويا بفتكر انك ابويا والله. لا عاش يا شافعي. فوقيه مع انه كان والله في النهائي قبلها
موسكو ب 13 نقطه. عاش يا موسكو. ابن محل البار عاش. ماشي. في المركز الرابع مع انه جاب متعادل على اكتر عدد نقط في الجوله الاخيره كابتن جمعه يا ولد يا اقوى تحدي ده خلي بالك. لا عاش كده انا كام كده. نقطه؟ انت جبت 10 في اللي فاتت. واو. اجماليك 16 لا 10. اوكي. مستحيل 11 4 4 و2. 4 2 1 لا ما جبتش واحد. التشكيله دي ما جبتش واحد اول واحد. انا عايز تغش ها؟ لا جبت واحد. بس عمر انت اصلا ما استنيتش ولا واحد لحد اخر واحد. لا ما جبتش. لا ماشي. دلوقتي هقول لكم المركز الثالث وده معناها في ان 2 عمر، واحد طالع الفايت. في عمر في النهائي. في واحد فيهم جه الثالث المركز الثالث والثاني. هو عمر. ايوه المركز الثالث فعلا هو عمر ب 17 نقطة. هو عمر راشد. انا كام نقطه؟ عالمي انا 16 اهو 17. ادهيب عمرو عمرها. عمرو وعمر في النهائي. عمرو داخل ب 22 وعمر داخل ب 21. دولي طيب هشرح لكم بسرعة. ماشي. دلوقتي النهائي كل واحد فيكم هيتسأل نفس ال 25 سؤال. اللي مش بيتسأل لابس سماعة مستحيل يسمع منها حاجة. عندكم نفس الفرصة. الفرق بينكم أصلا نقطة. فأي حد ممكن يكسب. جاهز؟ وأنت جاهز؟ يلا بينا. برشلونة لعبوا أنهي نادي مرتين في نهائي دوري الأبطال؟ يونايتد. مين كان رئيس برشلونة قبل بارتيميو؟ ساندرو سيل. مين كان هداف برشلونة التاريخي قبل ميسي؟ سكيب. انيستا راح انهي نادي بعد برشلونة؟ فيسيل كوبي. برشلونة اشتروا تييري اونري سنة كام؟ 2007 2008 2007. مين مدرب برشلونة اللي لعب لريال مدريد وبرشلونة في مسيرته؟ لويس انريكي. نادي برشلونة اتأسس سنة كام؟ 99 لا 1899. برشلونة لعبوا مين في نهائي كأس عالم الأندية في 2010؟ سانتوس. مين سجل هدف برشلونة الأول في نهائي دوري أبطال 14 15؟ راكيتيتش. رونالدينيو كسب البالون دور في انهي سنة وهو في برشلونة؟ 2004 2005. ميسي لبس انهي رقم في أول سنتين ليه مع برشلونة؟ 30. برشلونة اشتروا جريزمان بكام من أتلتيكو مدريد؟ 165. برشلونة كسبوا كأس العالم للأندية كام مرة؟ 3. ميسي لعب أول ماتش رسمي ليه مع برشلونة في سنة كام؟ 2004 2005. ميسي تشافي وانيستا جم الثالث اعلى ثلاثه في البالون دور في انهي سنه؟ 2010. برشلونه لعبوا كام نهائي دوري ابطال تحت اداره يورجن كرويف؟ يوهان كرويف. 2. انهي لعيب اسباني لعب اكتر عدد ماتشات في تاريخ برشلونه؟ اسباني. بوسكيتس. فيكتور فالديز راح انهي نادي بعد برشلونه؟ يونايتد. لابورتا استقال من برشلونه في سنه كام؟ 2011. مين كان اول مدرب يجيب مورينيو كمساعد ليه في برشلونه؟ فانجال. ايه كان اخر راعي رسمي اساسي على التيشيرت لبرشلونه قبل سبوتيفاي؟ راكوتين. كام لعيب من برشلونه لعبوا كاساسيين لاسبانيا في نهائي كاس عالم 2010؟ 8. برشلونه كسبوا اول دوري ابطال ليهم ضد انهي نادي؟ سامدوريا. ماشي انا مش هقول لك لسه. برشلونه لعبوا انهي نادي مرتين في نهائي دوري الابطال؟ لعبنا بنفيكا. مين كان رئيس برشلونه قبل بارتيميو؟ باص. مين كان هداف برشلونه التاريخي قبل ميسي؟ كان ايتو. انيستا راح انهي نادي بعد برشلونه؟ فيسل كوبي. برشلونه اشتروا تييري اونري سنه كام؟ 2008 2009. مين مدرب برشلونه اللي لعب لريال مدريد وبرشلونه في مسيرته؟ لويس انريكي. نادي برشلونه اتاسس سنه كام؟ 1899. برشلونه لعبوا مين في نهائي كاس عالم الانديه 2010؟ شختار. مين سجل هدف برشلونه الاول في نهائي دوري ابطال 14 15؟ الاول راكيتيتش. رونالدينيو كسب البالون دور في انهي سنه وهو في برشلونه؟ 2005. ميسي لبس انهي رقم في اول سنتين ليه مع برشلونه؟ 30. برشلونه اشتروا جريزمان بكام من اتلتيكو مدريد؟ 120 مليون. برشلونه كسبوا كاس العالم للانديه كام مره؟ 3 مرات. ميسي لعب اول ماتش رسمي ليه مع برشلونه في سنه كام؟ 2004. ميسي تشافي وانيستا كانوا اعلى ثلاثه في البالون دور في انهي سنه؟ 2010. برشلونه لعبوا كام نهائي دوري الابطال تحت اداره يوهان كرويف؟ 2. انهي لعيب اسباني لعب اكتر عدد ماتشات في تاريخ برشلونه؟ تشافي. فيكتور فالديز راح انهي نادي بعد برشلونه؟ مانشستر يونايتد. لابورتا استقال من برشلونه في سنه كام؟ استقال من برشلونه 2011. مين كان اول مدرب يجيب مورينيو كمساعد ليه وهو في برشلونه؟ كان فانخال. ايه كان اخر راعي على تيشيرت برشلونه قبل سبوتيفاي؟ كان يونيسيف. كام لعيب من برشلونه لعبوا كاساسيين لاسبانيا في نهائي كاس عالم 2010؟ نهائي كاس العالم 2010 كانوا 8. برشلونه كسبوا دوري الابطال اول مره في تاريخهم ضد انهي نادي؟ قصاد سامدوريا. برشلونه اشتروا انهي لعيب برتغالي في 2003؟ ديكو. ايه هو شعار النادي؟ اكتر من مجرد نادي. قريب قوي طيب تعالى يا سيف. ماشي قريبة. ماشي تعالوا يا جماعة تعالوا معانا في اللقطة اللي شايف عمرو كسب يرفع ايده. هنعمل ايه؟ اللي شايف عمرو كسب يرفع ايده. تعالى شافعي تعال. اعمل ايه؟ ما توريناش. اللي شايف طيب. عمرو كسب يرفع ايده. هو الاندرسكور 10.
هو الاندرسكور 10 من اول اللي شايف عمر كسب يرفع ايده. طب اللي بره عمرو ولا عمرو؟ ارفع ايدك اللي بره. انا عمرو. ماشي يا جماعه، اللي شايف عمر ماشي. هقول لكم هقول لكم مين كسب. ماشي بس ما ينفعش اجيبها غلط دي. بص، انت جبت 14 سؤال صح في النهائي، وانت يا عمرو جبت 16 سؤال صح. عاش 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 عاش. جاوب اكتر. جاوب اكتر بس جاب غلط.